اكيد كلكم شفتوا الفيلم ديال البرتقاله المره وكنا تاثرنا بالقصه، ولكن فاش سال الفيلم مسحنا دموعنا وحاولنا نقنعوا راسنا انه مجرد فيلم ولا اساس له في الواقع. ولكن القضيه ديال اليوم غتاكد لنا ان داكشي اللي شفناه في الفيلم فعلا كاين في الواقع. ومازال ليومنا هذا بزاف ديال البنات كيتمشاو من كفس من داكشي اللي تفرجنا فيه في هذاك الفيلم. فبلا ما نطول عليكم، الا كنتوا واجدين ومتحمسين للقضيه ديال اليوم، على بركه الله نبداو دابا. اش بان لكم مشينا؟ هاي واي تيم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. قبل ما غادي ندخل لكم في القضيه ديال اليوم، واللي ما بغاش يسمع هذا الكلام يدوز ديريكتومون لهاد الدقيقه ويبدا ديريكتومون القضيه. اما بالنسبه للناس اللي بغات تسمع ليا فبغيت نشكركم كاملين، شكرا بزاف بزاف لكم لانكم فعلا رفعتوا لي راسي، وانا فخوره بكم بزاف 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 اكثر ما تصوروا. وهذا الكلام كنوجهه سورتو للناس اللي متابعيني في لاباج ديالنا فيسبوك. تبارك الله علينا، العائله ديالنا كبرات في ظرف 3 ايام، الحمد لله تزادت 10. وبالنسبه ليا هذا ماشي مجرد رقم، وانما هادو بزاف ديال الناس من العائله ديالي اللي انا فرحانه بهم وفخوره بهم بزاف. وهذا الشيء كله اللي وصلنا ليه اكيد راه بالبارطاج ديالكم، بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير حتى هما كسوا كانت زوينه ولا خايبه. انا كنحماق حتى على الانتقادات البناءه، شحال ما كثرتوا ليا بهم راه بالعكس هذا الشيء زوين ليا وليكم باش نحسن من المحتوى ديال القناه ديالنا. نتمنى حتى الناس اللي متابعيني هنا في اليوتيوب يدعمونا بلي لايك ديالهم، لي كومونتير ديالهم الزوينه، وعلاش لا الا قدرتوا تبارطاجيو لي فيديو ديالنا مع احبابكم وصحابكم والناس اللي عزاز عليكم. وباش ما نطولش عليكم اكثر، يلا نبداو قضيه البرتقاله المره. سلمى والعائله ديالها كانوا معروضين في واحد العرس، مشاو ليه كاملين هي والعائله ديالها، وحيت ما يهمناش شكون اللي تزوج وعند من حضرات، فبلا ما ندخل لكم في هاد لي ديتاي وغادي ندوز ديريكتومون لشنو وقع في هاد العرس. فسلمى وهي في هذاك العرس تعرفات على واحد الطبيب اللي تبادلوا نظرات الاعجاب، وفي نفس الوقت تبادلوا حتى النمري ديال التليفون، واللي نقدر نختصرها لكم انه كان حب من النظره الاولى. سلمى بقات على تواصل مع الطبيب ديالنا اللي سميتو رفيق. وانتم عارفين بدايه التعارف كيكون عادي، اش كتبغي، شنو كيعجبك، شنو كيعجبني، فاش كتقراي، شنو الهدف ديالك، المهم هضره عاديه واللي نقدر نعاود لكم منها اهم حاجه في القضيه ديال اليوم. فسلمى في عمرها 18 عام يلاه سالت البكالوريا ديالها، وبحكم انها ما جابتش نتيجه زوينه في البكالوريا فما كانش عندها شي خيار اخر من غير انها تمشي لافاك وتكمل لي زيتود ديالها. اما رفيق فهو طبيب في كلينيك خاص، فرفيق ما كانش طبيب عادي في هذاك الكلينيك بحكم صله القرابه اللي كانت بينه وبين المؤسس ديال المستشفى اللي كان خدام فيه. دونك نقدروا نفهموا ان السيد كان واخد راحته في هذاك الكلينيك بحال ديالو، داكشي علاش كان يستغل اوقات العمل ديالو، بعض الاحيان كان كيخرج يتلاقى معها ولا يمشي عندها لافاك وياخذوا قهوه اونصومبل. سلمى بدات القرايه في لافاك، دارت التخصص ديال الاقتصاد والتسيير، قرات العام الاول والعام الثاني، ولكن للاسف ما قدرتش فاليدي لي موديول ديالها، فشافت راسها غادي تاخذ بزاف ديال الوقت في لافاك وقررت انها غادي تبدل وغتمشي دير شي ديبلوم اللي غادي ينفعها. فسلمى ورفيق طيله هاد المده ديال عامين كانوا ديما على تواصل، والقصه ديالهم تطورات نهار على نهار، وبالمساعده ديالو قدرت تخلص التكاليف ديال التكوين اللي بغات ديرو نظرا لضعف الامكانيات الماديه ديالها. ومن غير الخلاص اللي خلص عليها باش تبدا التكوين ديالها، كان كيدور معاها وتيخلص ليها لابونمون ديال التليفون، وحتى مره كان كيوصلها هو وكيطمن عليها، وبعض الاحيان كان يتدخل ويهضر مع الاساتذه باش يتهلاو فيها ويعطيوها معدلات زوينين. دونك اكيد نقدروا نفهموا ان رفيق كيحماق عليها ويقدر يدير اي حاجه على قبلها وقبل السعاده ديالها. وهذا الشيء كله اللي كيديروا معاها سلمى غير مازال وكتعلق به اكثر واكثر، لدرجه انها ولات كتعتبروا راجلها، مع العلم انهم مازال حتى الخطبه ما داروهاش، لدرجه ان كاع الناس اللي كيعرفوا رفيق وتيعرفوا سلمى عارفين العلاقه اللي كاينه بيناتهم وحاسين حتى بهذاك الحب اللي بيناتهم. قرات عامها الاول، نجحات، جابت معدلات زوينه، دوزات العطله، ارتاحت مع راساتها، وبدا العام الثاني. قرات فيه غير الشهر الاول واقترح عليها رفيق علاش لا ما نديروش الخطبه باش من هنا للسيمستر الثاني تكوني مرتي في داري.
اكيد سلمى بالفرحات عليها، عجبها الحال بزاف، و3 سنين ونص ديال العلاقه اللي كانت بيناتهم ما سهلاش، لدرجه انهم بداو يفكروا حتى فين غادي يسكنوا من بعد الزواج. داكشي علاش الطبيب رفيق، وبحكم الامكانيات ديالو الماديه اللي تبارك الله ما شاء الله قادر يكفي ويوفي، فقال علاش لا ما نحاولش دابا نبدا اول خطوه واللي هي ناخذ ابارتمون فين غادي نسكن انا ومراتي سلمى. داكشي علاش بداو يقلبوا على الدار اللي غادي يستقروا فيها بزوجهم، واكيد مع وليداتهم. فرفيق اي خطوه كان كيديرها واي دار مشى يشوفها ديما واخد سلمى معاه. يعني نقدروا نفهموا ان سلمى واقفه على الشاده والفاد، الدار الاولى، الدار الثانيه، الثالثه، حتى لقاو الدار اللي غادي يسكنوها بزوجهم. رفيق رجع عند سلمى وبدا كياخذها معاها، كيجهزوا الدار وكياخذوا الفراش للدار، وسورتو بيت نعاس اللي كانوا بداو بها هي الاولى. سلمى مشات، اختارت لا شومبر ديالها، اختارت البلاكار، اختارت لو لي، اختارت لي طابل دو شوفي، لا كوافوز، صوبات الحمامات، وجدوا الصالون. رفيق ما كان عنده حتى مشكل في الاختيارات ديال سلمى، وبالعكس كان راضي عليهم 100%. دونك نقدروا نفهموا حتى لهنا كلشي غادي مزيان. في نفس الوقت سلمى حتى هي بدات تجهز راسها وقالتها لباباها وماماها، واكيد فاش كتقوليها لوالديك كيبداو التجهيزات والتحضيرات باش يستقبلوهم احسن استقبال. فرفيق قرر انه يمشي يخطبها في الاخر ديال شهر اكتوبر اللي هو الشهر اللي داز، وكانوا حدوا نهار الخطبه في نهار السبت. ففي هذيك السيمانه اللي كانوا قرروا غيديروا فيها الخطبه، قررت انها ما تمشيش تحضر، وحطت لهم شهاده طبيه كوم كوا هي مريضه ما غتقدرش تحضر لمده اسبوع. وفي هذيك السيمانه حاولت تجهز راسها وتكمل كاع داكشي اللي ناقصها. مشات اختارت الثوب، دفعته للخياط، وفي نفس الوقت بدات كتعتني براسها، كتهلا بالبشره ديالها، كتهلا في شعرها، حاولت ترتاح في الدار، تنعس مزيان وتاكل مزيان باش نهار الخطبه تكون واجده وتكون زوينه ومطيحه السر. وفي نفس الوقت رفيق ديما كان في تواصل معها، لدرجه انه كيصور لها حتى داكشي اللي غادي يجيب ليها في دهازها باش تختار معاه داكشي ديال الدهاز، الثواب اللي غيجيب ليها، الصبيبطات، الذهب، المهم هذاك التخربيق اللي تيجيبوه للعروسه. اكيد سلمى اختارت كاع داكشي اللي كان في خاطرها، وكانت فرحانه بزاف لانه كبر بها وكبر بعائلتها، وغير مازال شدها ستريس كتر وكتر. قرب اليوم الموعود، داكشي علاش سلمى نهار الخميس يعني يومين قبل من نهار الخطبه دازت عند الخياط، جابت هذاك القفيطين اللي كانت دفعاتو ليه ومشات خدات الحنه وداك التخربيق باش دير حمام العروسه. فاش وصلت للدار هضرات مع رفيق وحاولت تشارك معاه نهارها كيفاش داز. رفيق جاوبها كان كلشي هو هذاك. سلمى وجدات راسها الحمام، دارت لي ماسك لشعرها لراسها، المهم وجدات راسها كما ينبغي وكتسين ماماها بدون ما توجد راسها. داكشي علاش دخلت الانستغرام ضربت ليلى وتشوف شنو واقع وشنو الجديد. وفاش دخلت تشوف لي ستوري بان ليها رفيق حاط لي ستوري ديال نهار تركاب الخواتم. وياك ما يسحب لكم انه تركب الخواتم اللي غادي يجي يدير معاها في نهار السبت، لا اكيد غتكونوا غالطين. السي رفيق بعد من الخيال ديالكم، لان السيد نهار الخميس بالعشيه كانت عنده نهار الخطبه مع بنت واحده اخرى واللي كانت خدامه معاه في نفس لا كلينيك اللي كان خدام فيه هذا شحال، وحتى هي طبيبه. في الاول كتبات راسها، قالت ما يمكنش هادشي اللي حطو رفيق غادي يكون ديالو، اكيد غيكون غير حضر مع خوه ولا صاحبو وراه ما قالش ليا نسى. دازت السطوري الثانيه تشوف شنو حط مازال، وبان ليها السي رفيق ضاحك ناشط وكيشطح وعاجبو الحال. واللي بقى فيها اكثر بان ليها رفيق ولي اول مره حاط يدو على بنت واحده اخرى، واللي مشى خطبها من دارهم وخلاها هي في الدار كتوجد على نيتها وكتستنى في النهار الموعود. بكثرة الصدمه ما عرفات ما دير وما تقول، واش تمشي للحمام تحيد عليها هذيك الحاله اللي دارتها في راسها، اولا تعلم ماماها وتقول لها غا حبسي هذوك التحضيرات، راه السيد مشى خطب بنت واحده اخرى. اش غنقول لبابا واش غنقول للناس والجيران اللي كلشي ساق الخبار وعارف سلمى نهار السبت غيجيو فيها الخطاب. الصدمه بدات كتسرى معاها شويه بشويه، هزات التليفون وعيطات الرفيق، ورفيق جاوبها في التليفون. فاش قالت ليه اش هادشي اللي شفت في لي ستوري، هو بكل بروده قال ليها شنو شفتي. فاش قالت ليه ها شنو شفت قال ليها اييه. ومن بعد هنا سلمى تبلوكات، خطره وحده بدات كتغوت ربي اللي خلقها. ماماها غير سمعتها جات كتجري، وحتى الناس اللي كانوا عندها في الدار كيعاونوا ماماها في التحضيرات كلشي جا حضر معاها، كلشي كيسول مالك سلمى اشنو واقع. هي كتغوت وكتقول لهم رفيق تزوج. ماماها ما تيقاتش، هزات التليفون ولقات لابيل مازال كاينه مع رفيق، وبدات كتهضر معاه وكتسولو واش هادشي اللي كتقول بنتي سلمى بصح. فاذا به تيجاوبها حتى هي بنفس البروده
وقال ليها ما مساليش ليك وما عنديش الوقت اللي نخسرو معاك ونخسر الفرحه ديالي في هذا النهار الكبير. وباش كملها وجملها قال ليها ياك ما يسحب ليك انا غادي ندي ديك الشيطه ديال بنتك. تخيلوا معايا تجرجرات معاه لمده ديال 4 سنين، كل شي شافها وعرفها ان فلانه مع فلان، وحتى اللي كان حاط العين عليها غير كيسق الخبر انها مرتبطه معاه كيسمح فيها، بالرغم من انها ما خلات ما دارت معاه، فرشات الدار، وجدات معاه دهازها، خرجت معاه، دارت فيه الثقه لدرجه انها ولات كتحسبو راجلها، وحتى العلاقه بيناتهم كانت طورات بزاف وكانت باغاه من نيتها، وهو كان عارف ومتاكد انها ما كاينه حتى مع شي حد من غيره هو. ولكن واخا هكاك في اخر المطاف شوفوا شنو قال، حسبها شايطه وماشي بنت الناس، وخلاها ضربات هذيك تماره كامله باش في الاخر يفاجئها بدي سطوغي. من بعد هذاك الغوات كامل اللي دارتو سلمى رجع عليها من بعد بالسكات، شدات غير واحد القنت في بيتها متكيه في بلاصتها وكتبكي، ما كلات ما شربت، حتى الحمام ما مشاتش ليه. ماماها حبسات هذوك التحضيرات وقالتها لباباها اللي بدا يغوت عليها وكيلوم فيها بحال هي اللي قالت ليه زرت تخطب بنت واحده اخرى من غير بنتي. فهذيك الليله دارهم ترونات، المشاكل كثرات. سلمى كتسمع باباها كيغوت على ماماها، ردات لخاطرها بزاف وكتحس باللومه والشمته في نفس الوقت. شوها تشوهت معاه، الشمته حتى هي تشمت بسبب، وحتى الدار اختاريتها معاه. وحتى هذيك الوقيته اللي كان كيصيفط ليا الدهاز نختار معاه كانت معاه الخطيبه ديالو وانا كنختار على نيتي. ضحك عليا ولعب عليا وشوهني، وحتى من الشمته شمتني، خلاني قلتها لبابا وماما وكل شيء كان كيستنى فيه، لدرجه انني قلت لماما انا معاه هذه 4 سنين وانا كنعرفو مزيان، ولد الناس وكيبغيني. وهذا الشيء غير مازال خلى ماماها تمرض وترد لقلبها. كاين بقى ليا رد الراس وشنو نقول للناس. الخطبه تلغات ما تفاهمناش، كيفاش غنقنعهم انني ما بقيتش متفاهمه معاه من بعد هذيك الفرحه اللي كانت باينه عليا. حتى السيد عارفين سميتو يقدر يمشيو يسولوا عليه وغيعرفوني هذه 4 سنين وانا مجرجره معاه. اشنو ندير؟ حرت، ما عرفت ما نقدم ولا نوخر. واش نمشي نهجم عليه في نهار الخطبه ولا نشتف عليه الخطيبه ديالو الجديده؟ تلفت ما عرفت ما ندير. واقيلا نشد الارض ونكتب بوبليكاسيون في لي ريزو سوسيو، لعل وعسى نلقى شي حد يعاونني وينصحني باش من طريق نشد. حطات سلمى بوبليكاسيون في لي ريزو سوسيو، داكشي علاش قررت انني نعاودها لكم باش تعاونوها، ان البنت في هاد الوقيته تالفه ما عرفت ما دير. بعض الاحيان كتفكر انها تنتقم وتاخذ حقها بيديها، ما عرفتش الطريقه السليمه اللي غتنتقم وتبرد النار اللي في قلبها. بعض الاحيان راسها كيقول ليها سحري ليه وخرجي ليه على حياته، ولكن واحد الجانب في الشخصيه ديالها كيقول ليها ما كاينلاش تعذبي راسك في اخرتك، خلي غير هاد العذاب اللي كتعيشيه في الدنيا. يقدر مع الوقت ننسى ويقدر نلقى ما احسن. وبعض الاحيان كيقول ليها راسها قتليه، ما تخليهش عايش فوق هاد الكره الارضيه. نشوف ليه واحد الزوج صحاح هما اللي غيعطيوه قتله ديال العصا باش اللي بحالو ما يعاودوش يضحكوا على بنات الناس. في هاد القضيه ديال اليوم ما عندي ما نقول ختنا سلمى، والراي ديالي غادي نخليه لنفسي. داكشي علاش محتاجاكم نتوما في لي كومونتير قولوا ليها شنو دير، شنو هو احسن طريق للانتقام. واش تخليه يعيش الحياه ديالو معاها وتبقى تتفرج غير من بعيد وربي غينتقم منه، اولا تنتقم وتاخذ بحقها وحق بزاف ديال البنات اللي حتى هما وقع لهم نفس المشكل وكيعانيو في صمت. شنو بالكم نتوما وشنو الراي ديالكم نتوما؟ سلمى محتاجاكم، محتاجه الراي ديالكم. اكيد غادي تقرا لي كومونتير ديالكم كاملين، حتى الا كانت غلطه تقدر تبدل الموقف ديالها، ما حد الحال باقي بعيد. واخا سلمى دابا كنظن محتاجه لطبيب نفسي اللي غادي يتبع الحاله ديالها ويوقف معاها قبل ما تدهور النفسيه ديالها، الله يحفظ تقدر توقع ليها شي حاجه خايبه. صراحه القرار في هذه الحالات صعيب بزاف ناخذوه معاها، واخا انا متاكده كاين بزاف منكم كلامه فيه حكمه ويقدر يديها للطريق الصواب. وحتى البنات اللي كيشوفوا لا فيديو ديالنا نتمنى كلهم يديروا 50% غتصدق و50% الباقيه ما غتصدقش.
وانا ما تنقولش لكم طيحوا في راسكم هاد الافكار الخايبه، ماشي ضروري تكون نتيجه بحال هادشي اللي طاحت فيه سلمى. تقدر توقع مدابزه، موت، سبحان الله، ما عرفتوا اش يوقع. داكشي علاش ديما ديروا هاد 50% اكوتي، باش حتى اوكاو ما صدقاتش لكم تكونوا موجدين راسكم للصدمه وتاثروا غير شويه، ما تاثروش بزاف كيف ما تاثرات اختنا سلمى. الفيلم ديال البرتقاله المره رجع في الحياه الواقعيه. الفرق اللي كاين بينه وبين الفيلم غير الفيلم كان حب من طرف واحد، اما القضيه ديالنا كان حب من الطرفين بزوج. غير واحد من هاد الزوج طلع ولد الحرام وما كيسواش. حتى هادشي اللي دار معاها اللي غادي يسمعوا غادي يحسبوا انتقام. علاش غادي ينتقم منها وعلاش غيخليها توجد وفي الاخر غيسمح فيها في اخر لحظه؟ ما عرفتش علاش. واش كان دارت معاه شي جيست خايب؟ واش شي نهار خانته؟ واش شاف منها شي حاجه خايبه؟ اولا غير في الدم ديالو كتمشى الخيانه؟ الله اعلم. حنا ما عارفين حتى شي حاجه من جهته هو. حنا سمعنا لطرف واحد، هي اختنا سلمى اللي عاودتها حسب داك الشيء اللي وقع ليها. فواش هادشي اللي داروا معاها انتقاما منها دارت ليه شي نهار شي حاجه ولا كانت مع شي حد؟ صراحه ما عرفناش، لان هادشي اللي داروا معاها ماشي ديال انسان عادي اللي غادي يدوز معاك واحد المده طويله وفي اخر لحظه غيدير معاك هاد لو جيست دون اي سبب. الصراحه انا ما مقتنعش، بحكم انني سمعت غير منها وما سمعتش منه والسبب اللي خلاه يدير معاها هادشي. واخا حتى شي حاجه وحتى شي سبب ما كيبرر الفعله ديالو، انها من اصعب الحاجات اللي تقدر توقع لاي بنت. وحتى الدراري حتى هما من اصعب الحوايج اللي يقدروا يطيحوا فيها هو انهم يوجدوا راسهم للتحضيرات ديال الزواج، وفي الاخير الطرف الثاني اولا الشريك اللي كيكونوا معاه كيخذلهم وكيديرها بهم. داكشي علاش غادي القرار الاخير غادي نخليه لكم نتوما واللي غادي تبنيوه انطلاقا من الكلام اللي قالتوا لينا اختنا سلمى. نتمنى تعطيوها الاراء ديالكم بحكمه وتوجهوها لطريق الخير. الله يسر ليها ويسر لينا كاملين. شكرا بزاف لكم، شكرا للدعم ديالكم. ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، كنحماق عليكم. تهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. باي باي.